أصلا من غير ما تسألني معناها. هاني معاك، أنا هكا ندخل معاك. هاني أخو مكرم ولد الشريف، يعني مات معناها في الحبس معناها، مات متعذب معناها. كي جانا ريناه معناها، جبناه وقت اللي من السبيطار فرحات حشاد، هبطناه وحطيناه لهنا، شفناه معناها عنده حرقة في صدره، وعنده ضربة كبيرة في ظهره من تالي، فهمتني، وبدنه كله مدمدم معناها، وعنده حرقة معناها لحمه من هنا من يديه حتى للذراع نتاعو مسلوخ، معناها بقعة متعفنة كلها، فهمتني، متعفنة ظاهرة كلها، فهمت. كنت حكينا على مكرم كيفاش كان كان قبل قبل الحادث. يخدم هو في السياحة، في السياحة من 2011 معناها روح، ولا 2010 معناها روح، معناها ما عادش يخدم غادي خاطر السياحة ما عادش فم، لأن كان في ياسمين الحمام مات عنده زوز أحوان غادي، فهمتني، روح جا رجع للقروان، ولا معناها مش يخدم معناها، معناها مش يخدم حدو معناها صغار والدار والجامعة، فهمتني، هاو معناها وبعد دخل في نتاع حماية الثورة، فهمتني، دخل مع حماية الثورة معناها ينشط معاهم وكل شيء، وبعد ولا لاهي في الجامعة نقرا معناها دوب ما رجعوه معناها باش يتحل، هو قعد مدة 3 ولا 4 سنين مسكر، معناها سرعوا باش يمشيو قابلوا معناها وكيل الجمهورية وباش حلوه الجامعة وعن طريق الولاية كل شيء، وجرى معناها بالإعانات وبروحه معناها، ومعناها وفر لهم الفلوس وجاب لهم السلاح وكل شيء ورجعوه الجامعة كل شيء، فهميك. بعد معناها كي كمل معناها قريب يكمل الجامعة مشى لجوامع أخرين منهم جامعة الترشيح هذا معروف، فما الجامعة ياخذ في حاجة، فهمتني، كيف معناه. وهو معناها من حكاية الثورة معناها مرض من 2011 بالخوف، معناها جا كي نوع كي الخوف، خاف يقول معناها هاو الحاكم فهمتني مش يشدوني مش يضربوني مش يعملولي، وبعد معناها يقول التجمع، فهمتني، مشي هزو معناها من الأول يسخيلوه معناها يفدلك ولا معناها ولا يسخيلوه معناها عمل حاجة، كي هزو للطبيب عدى على طبيب نفساني هذا من 2011 خذا الدواء، فهمتني، ورجع لاباس، رجع عادي لاباس معناها حاجة عادية طبيعية، بعد معناها الدواء معناها نحاه كي يحس روحه تفرهد لوح الدواء نحاه ما عادش يستعمل فيه، فهمتني، وبعد معناها قعد هكاكا لاباس، فهمتني، قعد لاباس ما فما حتى شيء، جاته الفترة ذي متاع 15 يوم تقع العملية متاع، فهمتني، الحادثة ذي معناها إنسان دخل في هستيريا، معناها إنسان معناها دخل بعضه، ولا معناها معناها ولا خايف معناها يقول معناها معناها إنسان ولا معناها أي حاجة مثلا يرى فيها ألوان ولا حاجة في داره ينحاها، فهمتي، كي سوى الحفة سوى مثلا كواتو في زينة ولا حاجة ما يحبش ينحي، يحب ماذا بيه الدنيا راها كلها بيضة، الحفة معناها زاورة كوفيرتا معناها أي حاجة معناها، فهمتني، يقلعها، حتى الزراب هذوما فيهم الألوان كيف ينحيهم، يقول لك لا مش باهيين أحرار، لين معناها مرته معناها هزت ناحية الدبش كل معناها هربت وخفته، الفازات معناها أي حاجة تحف يهزها يلوحها يكسرها، كواتو في زينة يكسروا أي حاجة معناها فيها زينة يلوحها فخار، فهمتني، ما خلى فيها حتى شيء معناها الدار هيك معناها، ومرته مسكينة تحملت وصل له مسكين ما يرقدش لا ليل لا نهار، فهمتني، ما يرقدش معناها داير بالك الأمور هذيا معناها، فهمتني، داخل خارج يوصل له يلم حتى في دبشه معناها شيء معناها يحرقه وشيء يلوحه وشيء يعطيه، فهمتني، لأن معناها مساكن حبوا باش يهزوا للطبيب من الأول رفض، معناها أي حاجة اسمها طبيب معناها رفضها، معناها أمي وبي اللي كان معناها واقفة معاهم هو يهزهم للطب وياخذ لهم الدواء وكل شيء، معناها قال لهم نحيوا الدواء هذا مخدرات معناها ماشي باهي، ما عادش تستعملوا الدواء، برا مشيوا عملوا عمرة مثلا ولا عملوا حاجة تو تتبروا وترجعوا لاباس عليكم، فهمت. مرته تخدم مثلا في الدب نتاع الدواء قال لها ما عادش تخدم بطل معناها هذاك مخدرات يبيع فيها كل شيء، معناها مشي حتى مول الدب هذا نتاع الدواء قال له سكر فك عليك راك انت عبارة تبيع في المخدرات، انا الانسان دخل بعضه بالكدا ما يرقدش كيما قلت لك في الليل صغاره مثلا يقرا يهزهم يصليوا معاه الصبح والفجر،
ويزيد يجيب لهم شيخ معناها يقريهم القرآن حتى يعني يجي وقت القراية نتاعهم. وصل مثلا يشجع فيهم باش يبطلوا القراية، قال لهم حتى كان تحبوا ما تقراوش ما يسالش بطلوا، فهمتني. مرته معناها بطلها من الخدمة، بطل شاب صحيح بطلها من الخدمة، قال لها ما عادش تخدم. معناها حتى مثلا مع بابا وامي معناها حتى التلفز مثلا التلفزة نتاع دارنا ودارو كيف معناها نحى القنوات الإخبارية نتاع المسلسلات، مرات كان أخبار دينية، فهمتني. معناها حتى مثلا كان بابا معناها يحترمه ويخاف منه، معناها مشيت قلت له راهو مع مرته راهو عامل حالة ودخل فيهم فتاوية وراهو معناها حتى على المرأة هذه قلت له راهو مهددها كل شيء. جاب الدار هنا وكلمه ومعناها ونطر على بابا وقال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخرج. معناها كان على علاقته مع المرأة الجارة هذه تاع الجارة ما عنده معاه حتى شيء. كان الفترة هذيك وقت اللي جاها قال لها أني حاجتي بالمحل حبك تخرج. قالت له كيف نخرج؟ قال لها قلت لك تخرج لي من المحل. هذيك معناها الفترة قالت له ما نخرجش يعني. قال لها تخرج ولا مثلا ولا راني نحرقك أنت والحانوت. قالت له ما نخرجش. مشيت هي قالت تشكاول بي وكيل الجمهورية ما عمل حتى شيء وكيل الجمهورية باهي. ونحن المرأة نتاعو مشيت لرئيس المركز على أساس راني عندهم عريضة يعني كاتبينها هما كونه اختر على روحه وعلى صغاره ومرته وعلى الناس. معناها يا الناس يجيو يهزوه معناها مش يداو راهو اختار راهو الراجل عمال يقوى به المرض. معناها قالوا لها نحن تو مشنا لاهين راهو عندنا الانتخابات وكرهبة ما عندناش. حاولت ومعناها قالت لهم باش معناها تقرق بهم ومعناها كونها معناها يعملوا مزية أكبر مزية كون يجيو معناها في أسرع وقت راهي حالته ما تسمحش. رفض رئيس المركز قال لهم لا راني ما نجم. قالت له راني أني رانا عندي شكون معناها اللي باش تهزوه معناها هذا نتاع النفساني السبيطار النفساني عندنا في قروان راني عندي شكون اللي مش يقبلوا غاديك. نحن معناها حاجتنا كونه باش نجموا تهزوه هكا. ما بيوش رفضوا ما بيوش قعدت هكاك الحالة نتاعو. حتى كين جاكم هو شفتوا الأثار بتاع الموجود على بدنه موجود على بدنه كيفاش زاد ما قالوا انه هو ما حبش انه تمشوا يزوروه. هما مشيت قابلت اول واحد هذا تاع حاكم التحقيق حاولت معاه مستحيل فهمتني كونه مش قابل ما عمل حتى شيء. قال حاولت قالت معناها نحول هنا للسبيطار كيف ما عمل حتى شيء فهمتني. ما عملوا حتى شيء معناها هانو في الحبس وهانو لاباس وهانو كل شيء معناها فهمتني. عاودت كل جمعة قاعدة تكاكا تمشي لهم كونها تحاول تحب اشترا بتحب معناها تحولوا للسبيطار تاع معناها يشوفوا شنو هي الحال. باقي رافضين يقولوا لها ممنوع هي معناها معاقبينه راهو ممنوع. عاقبوا 10 أيام الأولانيين و10 أيام الثانيين وقعدوا هكاكا ما خلوهاش يشوفها. لأن معناها جات نهار اللي مات فيها والحاجة ما جاو لا علموها ولا قالوا لا حتى شيء. علمت من عند مالي معناها المرأة اللي ماتت المحامي نتاعهم قال لهم المحامي نتاعهم يتبع في القضية هو اللي قال لهم راهو مات مكرم. حتى من السجون ما بلغتكمش انه مكرم توفى؟ ما بغلوا حتى شيء. وزاد معناها الصدمة اللي أكثر كونه هو من نهار واحد رقد في السبيطار وهي تحكي مع الطب غادي وتحكي مع المدير الحبس السجون ومع النائب المدير ومع الشؤون الاجتماعية فهمتني كلها يقولوا لها معناها ممنوع وهو لو لبس عليه وما عنده حتى شيء. وهو وقت هذاك هو وقتها عذبوه وهزوه حطوه في السبيطار فهمتني. حطوه في السبيطار ومعناها عبارة إنسان مقدرينه معناها من التعذيب قاعد ملوح غاديكا. لين هو مات نهار 8 متاع الليل نهار 15 في الشهر. وعلمت معناها عن طريق معناها ولد أم الضحية علمت من عنده هو. كي مشيت للحاكم التحقيق هي دخلته وقالها بركة فيك راهو مكرم متوفى. كان تحكي على حالة عيلته حاليا كي انت كاخوه كمرته شنو شيء بشع ما يتشافش في بدنه. شيء بشع شيء ما يبدا من ساقيه طالع حتى الفوق وعنده تحسها حرقة كبيرة في صدره معناها حرقة كبيرة وعنده ضربة معناها زرقة كبيرة في ظهره من تالي فهمتني. ولحمه هذه نتاع اللي في يديه هذه زلعة كلها معناها متعفنة في يده من صوابع يديه حتى تطلع للذراع هنا فوق فهمتني. بقعة متعفنة كلها كيكا.
شنو باش تعملوا تو باش تبينوا شيء هذا معناتها؟ نحن ماذا الإجراءات اللي باش تعملوها؟ إجراءات معناها ماذا بينا معناها ياخذ حقه معناها طالبوا معناها باش ياخذ حقه معناها إنسان مظلوم ومقهور معناها وعملوا فيه اللي ما يتعملش وقت اللي هو مريض ومعناها في حالته نفسية معناها سيئة. شكرا، ربي يخليك.